بدأ ميلاد العلاقات السودانية القطرية في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت البداية الرسمية عام 72 900 وألف عندما تم افتتاح سفارة دولة قطر في الخرطوم، لتشهد العلاقات فصلاً جديداً من التعاون والنماء. عقود مضت والعلاقات السودانية القطرية تحظى بمزيد من التقارب والمحبة والتآخي. قامت دولة قطر بأدوار مشهودة في استقرار السودان ووقوفها بجانب شعبه، حيث ظلت جهودها الإنسانية والإنمائية مستمرة منذ سنوات عديدة لا تخطئها العين. ومن منطلق مبدأ الوساطة والحياد تجاه الأطراف المختلفة، قادت دولة قطر مبادرات في السودان ووساطات كانت فيها بصمتها واضحة. ومن أبرز الملفات ساهمت بشكل أساسي في أزمة دارفور، حيث احتضنت في مايو 2011 الاحتفال باتفاقية سلام دارفور، والذي قادت فيه ماراثوناً طويلاً من التفاوض مع أطراف النزاع آنذاك، كلل بتوقيع اتفاقية الدوحة. لم تكتفي دولة قطر بالتوسط في المصالحات، بل أتبعته بالمساعدات الإنسانية للنازحين في المعسكرات وللمتضررين من الحرب في إقليم دارفور، متخذة من الوقوف مسافة واحدة من الجميع مبدأً لرأب الصدع بين الفرقاء. لم تقف جهود دولة قطر بتوقيع اتفاقية سلام دارفور بين الفرقاء السودانيين، بل أحالتها إلى مشروع نهضوي كبير يعيد إلى دارفور الاستقرار والتنمية، حيث واصلت دعمها غير المشروط للسودان بعيداً عن البراغماتية، حيث احتضنت عام 2013 مؤتمراً لتنمية دارفور. بصمة قطر ناصعة في تاريخ الإنسانية، فهي من أوائل الدول التي تسارع في إغاثة المنكوبين في السودان من السيول والفيضانات عبر الهلال الأحمر القطري، الذي يجوب الخرطوم والولايات لسد الرمق ونجدة الملهوف. وبذات الثبات في العلاقات بين البلدين، شهد ملف الاستثمارات بين السودان وقطر نمواً مضطرداً، حيث العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في السودان في مجالات الكهرباء والأمن الغذائي. وكانت الزيارة التي قامت بها الوزيرة لؤلؤ الخاطر للسودان للوقوف على الوضع الإنساني وتوصيل المساعدات كان لها الأثر البالغ في اهتمام قطر بالسودان. أظهرت دولة قطر اهتماماً بالوضع الإنساني في السودان بسبب تأثير الحرب التي اندلعت في إبريل العام الماضي، فقدمت مساعدات إنسانية عبر جسر جوي من خلال جهود الهلال الأحمر القطري الذي وصل للمحتاجين في كثير من المناطق. والآن تبدأ قطر عبر قيادتها على إيجاد حل للحرب وإقرار السلام والبناء، في محاولة تسعى قطر منها لإنهاء معاناة شعب ما كلت ولا فترت عزيمتها من الوقوف بجانبه طيلة السنوات الماضية. إذ يبدأ وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي زيارة إلى العاصمة المؤقتة بور سودان، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حاملا رسالة شفهية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.